الفطاير دي متأكدة ان انتوا هتعملوها على طول من حلاوتها. طعمها بجد تحفة. غير كده سهلة وسريعة، مش هتاخد معاكم اي وقت، وكمان من غير خميرة او فرن. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجة هنجيب بيضة، هنحط عليهم كوباية من الحليب وعليهم كوباية من الدقيق وكوباية من الميكس جبن. هنا حطيت جبنة موتزاريلا وجبنة رومي، وعليهم معلقة صغيرة من بيكنج باودر، وعليهم بقدونس. خلطت المكونات كلها مع بعض كويس، وهيكون القوام سائل شوية. بعد كده في طاسة حطيت عليها معلقة كبيرة من الزبدة ودهنتها كويس. بعد كده حطيت فيها الخليط اللي انا عملته، والكمية دي هتكفي معاكم فطيرتين بس. بعد كده سبتها على نار هادية لمدة 10 دقايق، وبعد كده قلبتها الناحية التانية وسبتها برضو لمدة 10 دقايق لحد ما تاخد لون ذهبي بالشكل ده. وبس كده كده احنا جهزنا احلى فطاير ممكن تجربوها. طعمها بجد تحفة، وريحتها كمان خطير. وكمان تنفع فطار غدا عشاء، اي وقت انتوا عايزينه هتنفع تتاكل فيه. غير كده مش هتاخد معاكم اي وقت. ولو عجبتكم الوصفة قولي رأيكم.